نتيجة التعادل كانت حتكون أكثر من مرضية لو كان الخصم مكتمل العدد، لأنه في النهاية نحن بنلاعب البطل. ولكن لو أنتم متفقين معايا يا شباب، كان بالإمكان أفضل مما كان. ظروف المباراة كانت في مصلحتنا، لأن المنتخب الجزائري لعب ناقص العدد لمدة شوط كامل، ولكن للأسف ما قدرنا نستغل الحتة دي. بالرغم من أنه منتخبنا سيطر على الكورة، ولكن السيطرة كانت سلبية، لأن المنتخب لديه مشكلة في اللمسة ما قبل الأخيرة. وإجمالي تسديداتنا على المرمى كانت تسديدة وحيدة طوال المباراة، وتوقعت صراحة يعني أداء هجومي أفضل من كده. وكنت أتمنى من بداية الشوط الثاني من مدربنا أبياء إنه يشرك اللاعب كانتي ويلعب على الأجنحة ويلعب على العرضيات، ولكن ما استغلينا فكرة انه نعتمد على العرضيات او حتى التسديد من خارج المنطقة، بما انه المنافس متكتل دفاعيا. وشيء جميل انه منتخبنا لعب لاخر دقيقة من غير ما اللاعبين يقعوا بدنيا، بل وتفوقنا بدنيا على المنافس، ودي حاجة انا كنت متخوف منها بالمناسبة من قبل بداية المباراة. عموما اللاعبين ما قصروا، اجتهدوا، والنقطة اكيد خير من لا شيء. ومتبقي لنا مباراتين ولازم نحقق فيهم نتائج ايجابية على اساس ان المنتخب يتأهل للدور المقبل من البطولة. وانت يا شباب اكتبوا لي رايكم شنو عن الماتش، وما تنسوا اللايك والشير والمتابعة. انا زاهر زكريا، وفي الختام احلى سلام.